السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة أم عمر في المطبخ. إن شاء الله النهاردة بقى هنشوي فراخ من غير فرن ومن غير شواية. هنشويها ازاي؟ على عين البوتاجاز. سهلة وبسيطة جدا، بس الطعم من غير حلفان. هتجربوها وبإذن الله هتعجبكم أحلى من اللي مشوية في فرن البوتاجاز واللي مشوية على الفحم كمان. هنجيب أول حاجة بصلاية كده. أنا غسلت الفراخ ونقعتها بشوية دقيق وشوية مية وخل وملح وليمون، الخلطة المعتادة بتاعتنا، وصفناها كويس من المية. وجبت بصلاية قطعتها مكعبات صغيرة كده، وعليها نص معلقة ملح ونص معلقة فلفل اسود، وهنجيب عليها طماطمية مبشورة. بس الأول ندعك البصلة مع الملح والفلفل كويس قوي لغاية ما تنزل المية بتاعتها. عايزة تعمليها مبشورة اعمليها، ما فيهاش أي مشكلة. ندعك فيها كويس جدا. ونجيب بعد كده طماطمية مبشورة عليها ونتبلها. يا ريت تسيبيها من ساعة لساعتين. لو عايزة تعمليها من قبلها بيوم يا سلام، يبقى أحسن وأفضل. لو مستعجلة زي كده أنا سبتها حوالي ساعتين في التتبيلة دي، كان طعمها وريحتها جايبة آخر الشارع. حاجة في منتهى الجمال يا جماعة، جربوها وإن شاء الله هتحفظوا الوصفة دي عندكم. اهو نقلب بقى الفراخ كلها كده في الخلطة، مع انها الخلطة بسيطة من غير اي توابل كتيرة، بس بصراحة بتودي الفراخ في حتة تانية خالص. اهو زي ما انتم شايفين، نعمل لها مساج كده، ندلكها كويس وندعكها عشان تطعم بالملح والفلفل اللي احنا حاطينه فيها وبمية البصل اللي نازلة منه. نسيبها بقى من ساعة لساعتين. اهو بقول لكم حوالي ساعة لساعتين. نغطيها بقى ودخلتها التلاجة. بعد ساعتين طلعتها. يلا نروح بقى على البوتاجاز. جبت صينية، عايزة تعمليها فوق اعمليها، في حلة اعمليها، اللي انت عايزة تعملي فيه اعملي. حطيت مادة دهنية، حطيت شوية زيت. اهم حاجة المادة الدهنية تسخن معانا جدا، يعني الصينية تبقى سخنة لدرجة اعلى درجة فيها. حطيت معلقة سمنة بلدي معاها برضو. هتحطي سمنة على زيت، يبقى الزيت ينزل الاول علشان السمنة ما بتستحملش، بتتحرق بسرعة، فننزل بالزيت الاول. هنا اهو شوفوا سخنت قد ايه. نجيب بقى دلوقتي ايه الفراخ، نديها صدمة كده، نحمرها على الجنبين زي ما هتشوفوا معانا اهو. حطها على الجنب ده. يا ريت بقى لو وصلت معايا في الفيديو لغاية هنا ما تبخليش عليا بقى يا جميلة في اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتفعلي الجرس وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصل لك كل جديد بإذن الله. ويا ريت يا جماعة بعد اذنكم ما تجروش الفيديو، يا ريت تسمعوه كله، عشان فيه تكات كده في الوصفة تعرفوها وما تخطوهاش فتستفيدوا منها. ننزل باقي التتبيلة كلها الجبارة دي. اعملي الفراخ الوزن اللي انت عايزاه، يعني ممكن لو فرخة 2 كيلو وربع 2.5 تتعمل برضو على عين البوتاجاز. شوفوا ما شاء الله خدت لون جميل ازاي. لازم يا جماعة تسيبوها اما تاخدوا اللون ده. ويا ريت الصينية اللي هتعملي فيها يكون السمك بتاعها يكون تخين عشان ما تتحرقش منك. اهو بقول لكم تاخدوا اللون ده. قلبتها على الجنب التاني. وانا بعتذر والله، انا كنت فاكر ان التليفون بيصور وانا جايبه البهارات، فلقيته مش بيصور. البهارات عباره عن رشه جوز الطيب ونص معلقه فلفل اسود ونص معلقه كمون ونص معلقه كزبره ومعلقه صغيره بهارات فراخ. لو مش موجوده حطي مكعب مرقه، ورشه بصل بودره وتوم بودره لو عندك. لو مش عندك ما فيش اي مشكله، هتتعمل برضو. حطيتها على البصل، جبت بصلتين كبار حلوين كده وايه، وحطيت عليهم التوابل دي ودعكتها دعكه حلوه
الحركة دي بتتعمل في البصل بتخلي الطعم تحفة. ادعاكي في البصل التوابل دي كلها وظبطيها. انا حطيت كمان معلقة ملح صغيرة. نقلبها كويس كده علشان احنا ما حطيناش ملح في الاول، فحطيت معلقة ملح، معلقة صغيرة بس. نستنى عليها شوية ونقلب، يعني كل 5 دقايق كده تقلبي. ريحتها تحفة يا جماعة، وطعمها بقى خيال. في اسهل من كده؟ يعني ممكن تتبليها ساعة واحدة وتقومي تشتغلي فيها على البوتاجاز على طول، مش هتاخد معاكي وقت خالص. اهم حاجة تكون البوتاجاز على اعلى درجة. نقلب فيها كويس كده. نجيب بقى دلوقتي معلقة توم صغيرة، معلقة صغيرة توم مهروس فريش كده، نحطه ونقلب. الله على الجمال والله على الريحة. هنجيب دلوقتي فلفلاية رومي حلوة كده. عندك الوان عايزة تحطي الوان حطي، ده مش الوان، دي فلفلاية رومي كده كبيرة، لقيتها لونها احمر فاصفر فاخضر كده، الوانها حلوة فعملتها. دي وحداية كبيرة، عايزة تعملي 3 أو 4 صغيرين كده ماشي. ونقلب برضو. نشوح فيها شوية وبعد كده ايه نغطيها ونهدي عليها النار خالص، يعني خليها شمعة كده اكنك هتطفي البوتاجاز، خليها شمعة كده تحت الفراخ. شوفوا هنا نزلت المية بتاعتها اهي، ونديها تقليبة تاني. جربوها يا جماعة والله ما هتندموا. دي بقى معايا نص كوباية مية مغلية، نص كوباية ما تكتريش، لان الفراخ منزلت المية بتاعتها فهتستوي في المية، والخضار اللي فيها ده البصل والفلفل كل ده بينزل المية بتاعته. نص كوباية بس. اهم حاجة تكون مغلية، ما ينفعش تجيبيها ساقعة ولا باردة من الحنفية وتحطيها، لا اهم حاجة تكون مغلية. بس كده خلاص، نديها تقليبة ونحطها على العين اللي ورا خالص كده، نهدي عليها النار خالص. هنا بقى اعمل شوية لسان عصفور كده حلوين. في ناس كتيرة بتشتكي ان لسان العصفور بيشرب المية بتاعته كلها وبينشف، مع انها بتبقى حاطة شوربة كتيرة. اعمليه بالطريقة بتاعتي دي وان شاء الله مش هتغيريها. حطيت هنا شوية زيت ومعلقة سمنة بلدي. عايزة تحط زيت بس، عايزة تحط زيت وزبدة اللي انت عايزة تعملي بيه اعملي. نقلب بقى لسان العصفور. اهم حاجة نشوحه كويس. عندك شوربة تكوني مولعة جنبك على البوتاجاز عليها، لازم تكون بتغلي مية، تكوني مولعة الكاتل او البوتاجاز جنبك عليها برضو. اهم حاجة يكون المية او الشوربة تكون مغلية. ونغمق لسان العصفور شوية، لانه لما بتنزل عليه الشوربة لونه بيرجع يفتح تاني درجة، فهنخلي لونه غامق شوية. نحمر فيه كويس كده، يكون اغمق من الشعرية اللي بنعملها مع الرز اهو. اقول لكم نقلب فيه شوية. هنا بقى جبت طماطمية اهي مبشورة. جربي حطي على لسان العصفور كده طماطمية مبشورة، وهتشوفي الطعم والجمال والحلاوة بتاعته قد ايه. نفضل نشوح بقى فيها لغاية ما تحس ان الطماطمية دي نشفت منه اهو. شوفوا لونه اتغير ازاي. كل ده وانا بقلب فيه اهي. جبت معايا مية مغلية، لازم تكون بتغلي كده، بس خلي بالك وانتي بتصبيها.
لسان العصفور ما بيقعدش على النار يا جماعة، يعني غلوة واحدة بس، يغلي غلوة واحدة، اول غلوة بس كده، وبعد كده خلاص حشيه من على النار وغطيه، ما ترفعيش الغطا من عليه خالص غير وانت جاي تغرفي منه. هتلاقي الشوربة زي ما هي، ما نشفتش ولا هتلاقيه ني معاكي، لا هتلاقيه استوى معاكي والشوربة زي ما هي. احنا حطينا مية، فحطيت مكعب مرقة كده، ونظبط الملح بتاعه. انا والله يا جماعة ما حشت الغطا من عليه غير وانا بغرفه، يعني سيبيه حوالي ربع ساعة كده، واركنيه على جنب كده لغاية ما تيجي تغرفي الاكل. هتلاقي لسان العصفور مفلفل معاكي ومستوي، والشوربة زي ما هي موجودة فيه. اهو شوفوا لونه وجماله وطعمه حكاية. ده غطا الحلة كنت مغطية بالصينية اهو، بقول لكم اهو شيلته من على النار خالص اهو، محطتوش والله، ما ولعت عليه البوتاجاز تاني. هنا بقى جبنا الفراخ بتاعتنا اهي، قربت تشرب المية بتاعتها اللي فيها، نديها تقليبة. شوفوا العظمية، اول ما تلاقوا العظم، اللحم ساب العظم كده، تعرفوا انها خلاص ايه استوت معانا. نديها تقليبة على الجنب التاني كده، وخلاص كده الفراخ خلصت معانا، ما خدتش وقت، وطعمها وريحتها احلى من اللي بتشوه في الفرن. شوفوا لونها كمان. نقلبها كده كويس. والله كل اللي دقها يقول لي مش معقول الفراخ دي تكون معموله على البوتاجاز، كله بقى يقول لي لا ده انت شويها في الفرن. عايزه بقى تحطي في الوقت ده تولعي فحمايه وتحطيها، اعملي كده. هنا شوفوا الفراخ وجمالها، مستويه معانا زبده. هوريكم دلوقتي مستويه قد ايه، هي لسه سخنه شايلاها من على النار. جبت لكم الصدر اهو عشان ما تقولوش ده الورك بيبقى طري وبيبقى مستوي بسرعه وما بياخدش في السوا، ده الصدر اهو. شوفوا اللحمه بتاعتها بيضه ازاي ومستويه، وطعمها حلو جدا جدا جدا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم باذن الله. سخنه لسه بتطلع دخان اهي. هوريكم بقى لسان العصفور، لسه يدوبك اهو، اول مره اشيل الغطا من عليه. لما بترفعي من عليه الغطا كتير وهو على البوتاجاز بينشف معاكي، فانت ما تحشيش الغطا من عليه. شوفوا الشوربه بتاعته ومفلفل قد ايه ومستوي وطعمه حلو جدا جدا. نغرفه بقى، شوفوا ما شاء الله. نغرف معاه بقى شويه شوربه، اللي بنشتكي من الشوربه ونقول الشوربه نشفت. شوفوا الشوربه بتاعته لونها ذهبي ازاي، كهرمان. يا جماله يا جماله. وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله، ويا رب ان شاء الله الفيديوهات بتاعتي تكون بتعجبكم. بس ما تنسونيش في اللايك بالله عليكم. يا رب ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.